ما جات الذكرى به عملنا ندوه عن التسامح معناها في اطاره الانساني، ندوه في تونس وندوه اخرى في بنزرت. وطبعا نحن نختار اساتذه جامعيين ومختصين حسب المواضيع التي يتم تحديدها. كذلك باعتبار انه التسامح شعارنا هو انما يؤخذ الحق مسامحه، فلا نعني بالتسامح التنازل عن الحقوق. ومن هنا جاء موضوع الصهيونيه. اخترنا كذلك ناس عرفوا بنضالهم ضد التطبيع، بنضالهم بزاد كتاباتهم، مثل الدكتور علي منجور معناها لديه معناها الدكتور عنده دراسات كثيره في مجال الصهيونيه، واستضفناه وقدم ندوتين حول الصهيونيه واعتدائها على اليهوديه. استضفنا الدكتور حسين التريكي المناضل المعروف، الدكتور حسين التريكي شيخ المناضلين ودكتور عنده كتاب اسمه الصهيونيه عاريه. واضح. سي سلاح الدين، سؤالي هنا حول اهميه تجريم التطبيع في المقاومه السلميه ضد الصهيونيه. خصوصيتنا المهمة جدا ان مقاومتنا للصهيونية هو الدفاع اولا وقبل الجميع عن اليهود. واضح. سي سلاح الدين، عدوان على اليهودية قبل العرب والمسلمين. واضح. سي سلاح الدين، هنا سؤالي، صحيح انه تجريم التطبيع مسألة مهمة، ولكن اليوم في تونس معناتها نعيشوا على واقع دعوات كل جمعة، دعوات للعنف للتشدد والتطرف الديني. معناتها كيفاش اليوم الرابطة التونسية للتسامح كيفاش رؤيتها التمشي نتاعها باش تكون معناتها ديما فما ندوات دوائر نقاش، مش اليوم يلزم كونه العمل يكون اكثر سور تيغان، معناتها الخروج من السيركل تاع الندوات. عندنا مشروع رغم خطورة الميدان اليوم، اما عندنا مشروع سيكون اسمه قوافل التسامح، ومثل ما قمنا بندوات حول التسامح في سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعتبر ان ذاك العمل الميداني شرائح. سي سلاح الدين لو كنت تسمح شرائح اللي تتوجهوا لها في الخطاب نتاعكم في الندوات. يمكن سؤال أسمى، هل انتم تتوجهوا لنخبة معينة، ما انتم تتوجهوا لمختلف الشرائح الاجتماعية، والشرائح الاجتماعية اللي عندها يمكن خلفية أكاديمية معقولة ويمكن حتى ما فماش محدودة جدا، هذيك يمكن هي الأحوج انه تتوجهوا لها في الندوات نتاعكم؟ كيفاش يتم الاتصال والاحتكاك بهم مباشرة؟ هل انه الندوات في اطار ضيق ام في اطار عام؟ هذا هو يمكن التساؤل. الموضوع هذا الندوة تبقى دوما نحن نجتهد ان يكون خطابنا موجه لجميع التونسيين، معناها لانه المعركة التي نخوضها من حيث بث الخوف من جديد ومن حيث تهديد التوانسة في مسارهم الثوري، هذه مسؤولية الجميع دون استثناء. ونحن الآن لدينا خبرة وفي المغامرة والذهاب إلى الناس. يعني أنا تحدثتك عن ندوة باسم التسامح في سيرة سيدنا محمد، معناها اعتبرت كأنها بدعة. كيف يتم معناها رجعنا لعقلية أنه إحياء المولد بدعة، ولكن احنا أصرنا على الندوة ذي، وكان الحضور محترم جدا سواء كان في جندوبة أو بنزرت أو صفاقس. طبعا أنت تتحدثين عن جمعية فيها مجموعة من المتطوعين، لا يمكن أن تكون وحدها رافعة لنشر التسامح بين التونسيين كلها. ولهنا فرصة سلاح الدين باش أنت تتواجه بدعوة الجرأة والذهاب إلى الميدان ومحاولة الاتصال بالجميع. البرامج الموجودة عندنا في المستقبل مثلا سنتحدث عن موضوع خطير جدا، وهو أنه لا تكفير في القرآن. سنتحدث في المستقبل عن موضوع الإسلام أو الدين بين الانفتاح والانغلاق، وسنحاول أن نطرح أهمية التسامح في جعل الدين عامل وحدة. وتذكروا احنا عملنا مؤتمر دولي للحج سميناه الحج مدخل الى التسامح والوحده. كاينو سلاح الدين لهنا التوجه نتاع الرابطه، كاينو فيه توجه ديني اكثر من اي توجه اخر، اكيد هذا ما بالطبيعه نشجعوكم عليه، علاش ليه؟ لكن ماذا بيا لو كان تحكينا على موضوع الندوه اللي توا قاعده تصير في جندومه وقاعده تقوم بها الرابطه التونسيه للتسامح. المسألة بالنسبة للتوجه الديني، نحن جمعية مدنية، لكننا نحاول أن لا يكون الدين ضد الثورة. فالدين حالة موجودة عند التونسيين جميعا، ولابد للنشطاء المدنيين أن يتفاعلوا معه إيجابيا، وأن يتم تحييد هذا التراث بالأخص بعد الخلط اللي قاعد يصير. بالنسبة لندوة اليوم في جندوبة،